بعد كلامنا بالتفصيل الكامل عن فورد فيستا، يجي الدور على واحدة من أهم إصدارات فورد في فترة التسعينات، وهي فورد اسكورت. فورد اسكورت عربية سيدان متوسطة الحجم، وصنعت في بلاد تانية زي بريطانيا وألمانيا والبرازيل وأسبانيا، وكان أول إنتاج ليها من سنة 1986 واستمر ل 2003. وإحنا بدورنا هنا هنركز على الجيل السادس منها، واللي تم تصنيعها في الفترة ما بين 95 لسنة 2000. فبالنسبة للتصميم كان متواضع وعملي زيها زي عربيات تانية كتير انتشرت للفئة الاقتصادية في فترة التسعينات. فكانت بتيجي بخطوط انسيابيه من الجنبين مع شبك امامي وكشافات دائريه، والتصميم الداخلي كان بيجي بكراسي مريحه بتسع ل4 افراد وممكن 5 مع طابلوه بسيط. وكانت بتنزل بنسخه سيدان والتانية هاتشباك، لكن الاكثر انتشارا كانت السيدان 4 ابواب. وباختلاف الاصدارات اختلفت المواتير، فاول موتور نزل بقوه 1300 سي سي 60 هورس باور، تاني موتور كان 1400 سي سي 75 هورس باور، والتالت كان 1600 سي سي 90 هورس باور، رابع موتور كان 1800 سي سي 115 هورس باور. اما اخر موتور كان ديزل وبقوه 1800 سي سي 90 هورس باور. والمواتير دي كانت بتختلف من بلد للتانية على حسب الوكيل في كل بلد والدوله المستورده منها، وبرضه على حسب الموديل. لكن اللي كان منتشر بشكل كبير في مصر موتور ال 1300 سي سي. فورد اسكورت نزلت باصدارات متعدده بدايه من سنه 95 لسنه 2000. فموديل 95 تم اصدار موتور ال 1800 وال 1900 سي سي، لكنهم ما انتشروش بشكل كبير. وبالنسبه لموديل 96 ما حصلش عليه اي تغييرات عن الموديل اللي قبله. اما موديل 97 تم فيه تغيير خفيف في التصميم الداخلي مع اضافه نظام اي بي اس. موديل 98 بقى حصل فيه تطوير للاداء مع اعاده تصميم الجزء الامامي عشان يكون اكتر حده مع شكل هجومي شويه، واستمر التطوير ده لموديل 99 وما حصلش معاه اي تغييرات. اما اخر موديل من الجيل السادس واللي كان سنه 2000 نزل بتطوير خفيف في الاداء مع اصدار فيت زد اكس 2 بتصميم رياضي. موديلات فورد اسكورت نزلت بتجهيزات ومواصفات مختلفة زي تكييف وازاز كهرباء وساوند سيستم وسنتر لوك. اما بالنسبة للمواصفات فجاب ارتفاع من متر 37 لمتر 40، وطول من 4 متر 35 ل 4 متر 44، وعرض متر 99، ووزن من 1100 ل 1300 كيلو تقريبا، ومعدل تسارع من 0 ل 100 في 9 او 12 ثانية، بمعدل استهلاك بنزين من 8 ل 9 لتر تقريبا لكل 100 كيلو، مع افتيس مانوال 5 سرعات واوتوماتيك 4 سرعات. وللعلم كان في تفوق كبير لمصممين فورد ونجحوا في اصدار العربيه بتناسق كبير جدا ما بين وزنها وابعادها مع قوه الموتور. عشان كده هتلاقي اتزان كبير على السرعات وسواقه مريحه جدا وممتعه تخليك ما تملش من سواقتها، وده طبيعي في حاله اهتمامك بيها ومتابعه صيانتها خاصه العفشه. ففي حاله اهتمامك بيها هتلاقي اعتماديه واداء قوي، وده لان فورد اسكورت زي ما قلت لك بتتميز بموتور قوي. لكن في عيب بسيط وهو العزل، لانك هتسمع صوت الموتور والكاوتش خاصه مع المسافات، لكن لو اتاقلمت مع المشكله دي فالموضوع ما يعتبرش عيب. مع الاتزان ومتعة القيادة بتيجي لسكورت ميزة كمان، وهي الاقتصادية سواء في استهلاك البنزين أو قطع غيارها الرخيصة نسبيا. ميزة كمان للسكورت وهي الراحة الداخلية للركاب، وده نتيجة للاهتمام بالمساحة الداخلية في كل المقاعد. ده غير ان العربية بتمتص عيوب الطريق بشكل كبير، وده بسبب عفشتها اللي اتعملت بنظام ماكفيرسون منفصل في الجزء الامامي ونظام مالتي في الجزء الخلفي. وزي ما نظام التعليق كان قوي الى حد ما، فالعربية اتميزت برضه بمتانة السواق بشكل كبير في كل الاصدارات. اما اخر ميزة سعرها، واللي يعتبر قليل جدا بالمقارنه بامكانياتها، فلو بصيت على منافسيها من نفس الفئه هتلاقيها الارخص تقريبا. فورد اسكورت زي ما تفوقت بشكل كبير على منافسيها سواء في الاداء او الاقتصاديه، الا ان كان في عيوب خلت العربيه مش الاختيار الاول لناس كتير، زي مثلا قطع غيارها واللي بالرغم من سعرها الرخيص الا انها مش موجوده في كل المحافظات. تاني عيب وده في الموتور واللي بيحصل له سخونه، وبالرغم من العيب ده الا ان في ناس كتير ما بتعتبروش عيب، لانه بيبقى نتيجه لمدى اهتمامك في صيانه دوره التبريد ومتابعته من وقت للتاني. وغالبا بتكون المشكله في المصدر اللي هو الكوعه، لان بعض البلاد المصنعه كانت درجات الحراره فيها منخفضه وكانوا بيضطروا يحطوا الترموستات في الكوعه
ساعه وظيفتها انها تسخن العربيه بسرعه عشان الاجواء البارده دي، فعشان كده لازم توديها لحد مختص وفاهم عشان يتعامل مع صيانتها ويحل لك مشكله الكوعه اللي هي اساس السخونه. حاجه تانية غير الكوعه وهي الاسبريتير، واللي ممكن يكون سبب في السخونه ولازم برضو تتابع معاه من وقت للتاني اذا كان بقى مبوش او الجلب بتاعته عايزه تتغير او غيره. تالت عيب وهو صيانتها، فزيها زي اغلب عربيات فورد وبتحتاج صنايعي مختص يقدر يتعامل مع مشاكلها بسهوله. اما اخر عيب اعاده بيعها، وده لانها مش منتشره بشكل كبير في مصر وملهاش شعبيه كبيره بالمقارنه بعربيات تانية. لو سألتني هل العيوب اللي ذكرناها دي عيوب كارثية وممكن ما تخلكش تشتريها، هقول لك لا طبعا، لان بمجرد التعامل معاها ومع صيانتها من اول مرة عند حد فاهم هتلاقي مشكلة السخونة اختفت وتقدر تتعامل عادي جدا. ده غير بقى ان العيب ده مش موجود في كل الموديلات، ويستحسن وانت بتشتري تجيب اخر اصدارات من فورد اسكورت بالنسبة للجيل السادس، وده لانها في الغالب جت بحلول المشاكل البسيطة اللي في الموديلات اللي قبلها. لكن غير كده انا شايف ان فورد اسكورت عربية ممتازة وقيمة جدا مقابل سعرها الرخيص، واللي هخليك تجيب عربية معروفة وما فيهاش اعتمادية ومشاكلها كتير. راجع نفسك وفكر في عربيه زي السكورت ومع الوقت هتلاقي نفسك متأقلم عليها. ده كان فيديو فورد سكورت، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.